لأن من صفة الدين الحياة. الدين يدعو إلى الحياة، ويدعو إلى التفاؤل، ويدعو إلى اليقظة، ويدعو إلى الانتباه. ويقول الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام: لو قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها. فهمتم معنى الكلام؟ لو قامت الساعة، يعني لو أن إسرافيل نفخ في الصور وبتقوم الساعة وأنت بيدك شجرة، أيهما أفضل؟ عادك بتغرس الشجرة ولا بتستعد للموت؟ معلوم أن الإنسان إذا سمع صوت النفخ في الصور، بل حتى لو سمع صوت طائرة ولا رعد بيخاف. قال لك لا، أغرسها، أغرس الشجرة. طيب لما أغرس الشجرة والقيامة قامت، من بيستفيد منها؟ قال لك ليست الفائدة في الثمرة، ولكن الفائدة في الغرس للثواب. كل ما فعلت شيء نلت به ثواب. أنت غرست الشجرة وقامت القيامة، أنت بتحصل فائدة الغرس يوم القيامة. وسعوا فهمكم عشان تفهموا إيه هو هذا الدين. الدين ما هو على ما نحن فيه وما نحن عليه في كثير من أمورنا. نحن الآن نعيش تراكمات اجتماعية وتناقضات ومنازعات وصراعات وإعجاب كل ذي رأي برأيه. أما الدين هو الذي جاء بسيد المرسلين، قال يخرج الناس من الجهالة، يخرج الناس من العداوة، يخرج الناس من البغضاء، يخرج الناس من الحسد، يخرج الناس من كل الأمراض. ويوجد هذا الإنسان الذي يحمل معاني القيم، معاني الأدب، معاني الخلق.